مرحبا بكم مستمعينا فيما يلي النشرة الثقافية. نبدأ نشرتنا من الشأن الإماراتي، حيث تلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب أكثر من 800 عمل لهذه الدورة، حيث حصل فرعاء المؤلف الشاب والآداب على النصيب الأكبر من الترشيحات بمعدل 296 و214، يليهما فرع التنمية وبناء الدولة ب113 عملا، وفرع الفنون والدراسات النقدية ب97 عملا من مجمل الأعمال المرشحة في الفروع التسعة. وجاءت الترشيحات للدورة 11 للجائزة من 42 دولة، منها الإمارات، السعودية، مصر، لبنان، الأردن، سلطنة عمان، السودان، قطر، فلسطين، سوريا، العراق، تونس، الجزائر، المغرب، المملكة المتحدة، إسبانيا، نمسا، النرويج وكندا. وتغلق الجائزة باب الترشيحات في أكتوبر تشرين الأول القادم، وستبدأ بعدها أعمال فرز وتقييم المشاركات وتحديد القائمة الطويلة، ومن ثم ستتولى الهيئة العلمية دراسة تقارير المحكمين والمصادقة عليها، وصولا لتحديد قائمة المرشحين القصيرة لفروع الجائزة 9 لتقديمها لمجلس الأمناء لتسمية الفائزين. وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة الشيخ زايد للكتاب 7 ملايين درهم إماراتي، أي نحو 1.9 مليون دولار، وتمنح سنويا للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب تكريما لإسهاماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية. وتغطي الجائزة 9 فروع تشمل التنمية وبناء الدولة، والآداب، المؤلف الشاب، الفنون والدراسات النقدية، وأدب الطفل، والترجمة، والتقنية والنشر، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، وشخصيات العام الثقافية. أما في الأردن، مهرجان لإبداع الطفولي في العاصمة الأردنية عمان تحت شعار حماية الأطفال من العنف والتطرف، وتم خلاله تقديم عروض مسرحية بمشاركة فنانين من مصر، المغرب، لبنان، العراق، فلسطين، تونس وسوريا، إضافة إلى الأردن. وتوزعت أنشطة المهرجان على 3 محاور، هي مسابقة الغناء، ومسرح الطفل، مسابقة الإبداع الطفولي. وقدم المهرجان جوائز لأفضل ممثل وممثلة من الأطفال ومن الكبار، وأفضل نص مسرحي، وأفضل إخراج، وأفضل عمل متكامل. وكرم المهرجان عددا من الشخصيات المحلية والعربية، من بينها المغنية والباحثة اللبنانية غادة شبير، والمخرج الفلسطيني فتحي عبد الرحمن، والكاتب المسرحي المصري السيد حافظ. واختارت إدارة المهرجان المغني وعازف العود التونسي لطفي بوشناق شخصية المهرجان. وقام على هامش المهرجان ندوة بعنوان آليات حماية الأطفال من مواجهة مظاهر العنف الاجتماعي، تحدث فيها المشاركون من مصر، لبنان، فلسطين والأردن، إضافة إلى 4 ورش عمل متنوعة، كما قام معرض للكتاب ومعرض فني للأطفال لدور الرعاية. وكانت وزارة الثقافة الأردنية أطلقت مهرجاني مسرح الطفل وأغنية الطفل عام 1992، واستمرت في تقديمها حتى عام 2015، إلى أن تطورت الفكرة وتمخضت عن دمج هذين المهرجانين مع مسابقة الإبداع الطفولي التي أطلقتها الوزارة في عام 2012 لتتحول إلى مهرجان الإبداع الطفولي. أما في الشأن السينمائي، كانت مفاجأة أدهشت الكثيرين عندما فاز الفيلم الفرنسي فاطمة للمخرج فيليب فوكون بجائزة أحسن فيلم في مسابقة سيزار للأفلام الفرنسية التي تقام سنويا على غرار مسابقة الأوسكار الأمريكية، متفوقا على عدد من أفضل ما أنتج في فرنسا من أفلام في 2015، مثل مارغريت للمخرج جافييه جيانولي، الذي أعاد المخرج البريطاني ستيفن فريزر مؤخرا إخراجه في فيلم أمريكي يحمل اسم فلورنس فوستر جينكيز، ومن بطولة ميريل ستريب التي تقوم بدور امرأة أرستقراطية فرنسية تريد أن تصبح مغنية أوبرا رغم صوتها القبيح.
حين فاز الفيلم الفرنسي فاطمة بالجائزة، فقد تفوق على ديبان لجان أوديان الحاصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان 2015، وعلى أيام الذهبية لأورنولد ديسبلايشن وموستانج للمخرج الفرنسي من أصل تركي دينيس أورغوفين، وهو عمل عن انتهاك الطفولة وقسوة التربية المتزمتة في الريف التركي ومضاعفاتها. كما حصل فاطمة على جائزة أحسن سيناريو مقتبس عن أصل أدبي وأحسن ممثلة ناشئة زيتا حنروت. ورأى الكثير من النقاد أن وراء الفوز بالجوائز الثلاث هو المستوى الفني المتميز للفيلم البديع البسيط في منهجيته ولغته السينمائية، الذي يتبع مخرجه فوكون طريقة البناء بالتراكم، أي عرض الموضوع والشخصيات من خلال تطور علاقاتها ببعضها البعض وبالواقع الاجتماعي من حولها، وليس من خلال دراما صاعدة نحو ذروة ما. فهو يحرص على الانسياق وراء المبالغات في تصوير المشاعر، رغم أن طبيعة الموضوع قد تغري بالوقوع في ذلك، بدليل أنه لا يشاهد أبدا المرأة الأم وهي تحتضن ابنتها أو تذرف الدموع في أي مشهد من مشاهد الفيلم. ويعتمد سيناريو الفيلم على كتاب بعنوان صلاة إلى القمر، يضم مجموعة من الخواطر والأشعار التي دونتها سيدة جزائرية هاجرت إلى فرنسا، هي فاطمة الأيوبي، عن تجربتها في المهجر ومعاناتها من أجل تربية ابنتيها بعد انفصالها عن زوجها. فاطمة في النهاية فيلم معاصر يطرق موضوعا ساخنا أصبح الآن في ضوء التداعيات الصاخبة التي تشهدها فرنسا وأوروبا بأسرها، أي موضوع الساعة. انتهت النشرة الثقافية، نشكركم على حسن الاستماع.